يا ترى إيه حكاية الطريق اللي اتبنى عشان الأرباب تمشي فيه وفضل مدفون تحت تراب الأقصر آلاف السنين؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الموضوع بدأ من أكتر من 3500 سنة، أيام ما كانت طيبة الأقصر حالياً هي عاصمة الدنيا. 3500 سنة؟ ده زمن خلى الحضارة اللي بنته تندثر وتختفي. بس إيه اللي خلى الطريق ده بالذات متميز؟ السر في طريق الكباش نفسه اللي طوله حوالي 2700 متر، بيربط بين معبد الكرنك العظيم ومعبد الأقصر. يعني حوالي 3 كيلومترات، طريق طويل ومحفور بدقة. أكيد ما تعملش إلا الغرض مهم قوي. كان اسمه طريق المواكب الكبرى أو ممر الاحتفالات، واتبنى تحديداً عشان المراكب المقدسة بتاعة الآلهة تمشي فيه في أعياد مهمة زي عيد الأوبت. عيد الأوبت ده اللي كان بيخرج فيه تمثال الإله أمون من الكرنك لزيارة زوجته موت وابنهم خنسو في معبد الأقصر، صح؟ بالظبط كده، وده يفسر العدد الضخم من التماثيل على الجانبين اللي بيوصل لحوالي 1200 ل 1300 تمثال. وكل التماثيل دي ليها شكل واحد ولا في تنوع؟ لا، في تنوع. الجزء الأقدم اللي اتعمل في عصر أمنحتب الثالث كان على شكل كبش كامل، لأن الكبش كان رمز للإله أمون، وده اللي بيدي الطريق اسمه طريق الكباش. أيوة. لكن بعد كده لما كمل الطريق في عصر الملك نختنامبو الأول اللي أسس الأسرة ال30، التماثيل بقت على شكل أبو الهول، يعني جسم أسد وراس إنسان. دي لمسة فنية ورمزية عظيمة عشان يحموا الطريق المقدس ويأمنوه للمواكب الملكية والدينية. والمدهش إن كل تمثال من دول محفور عليه من تحت اسم الملك اللي عمله ألقابه، كأنه توقيع ملكي على قطعة فنية خالدة. يعني ده مش مجرد طريق، ده متحف مفتوح طوله 3 كيلومتر بيوثق تاريخ عصرين مختلفين من الحكم الفرعوني. بالظبط، تخيل المشهد: طريق مرصوف بالحجر الرملي، على يمينك وشمالك صفوف من الكباش وأبو الهول، وفي النص كاهن بيجر مركب الإله في احتفال مهيب. حقيقي المشهد يخلي الواحد يحس بهيبة الحضارة دي. بس ليه اختفى الطريق ده تحت الأرض؟ على مر العصور بدأت البيوت والمباني تتراكم فوق الطريق ده لحد ما اختفى تماماً من الوجود، وفضل مجرد أسطورة في النصوص القديمة. وعلماء الآثار اكتشفوه ازاي؟ ايه اللحظة اللي نور فيها الطريق تاني؟ أول كشف حقيقي كان سنة 1949 على إيد الأثري زكريا غنيم، لما اكتشف أول 4 تماثيل قدام معبد الأقصر. ومن هنا بدأت الرحلة الطويلة، يعني حوالي 70 سنة من الشغل المستمر عشان يظهر الطريق بالكامل بالشكل اللي شفناه مؤخراً. شغل سنين طويلة وحفاير وترميمات على أعلى مستوى عشان يرجع الطريق كاني يربط بين معابد طيبة القديمة ويخلي الأقصر كلها متحف مفتوح. عشان كده لما افتتحوه مؤخراً في احتفالية عالمية كان حدث ضخم بيعيد إحياء تاريخ أمة كاملة. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى إدراكنا لتاريخ طيبة بالكامل، لما عاد طريق الكباش للحياة بعد آلاف السنين. سبحان الله على عظمة البنى وعلى عظمة اللي اكتشفوه ورجعوه للنور. وللعلم كل قصصنا خيالية للمتعة والتسلية فقط. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.